إزاي يكون عندي طاقة إيجابية؟ أول حاجة محتاجين نسأل نفسنا كده سؤال، هي المشاعر في مشاعر إيجابية ومشاعر سلبية؟ لأ ما فيش مشاعر إيجابية ومشاعر سلبية، المشاعر، الأفكار هي حاجات محايدة جدًا، إحنا اللي بنبدأ نقول إذا كانت دي سلبية أو إيجابية، فدي أول معلومة محتاجين نعرفها إن إحنا اللي بنخلّي الطاقة تُستنزف مننا أو لأ. طب إيه حاجات تساعدني إن أنا أحوّل مشاعري أو أفكاري من الإيجابية للسلبية؟ أول حاجة إيه الدافع؟ أنا عايزة أعمل ده ليه؟ أنا عايزة أبقى إيجابية ليه؟ أنا عايزة أغيّر أفكاري ليه؟ أنا عايزة أعدّل مشاعري ليه؟ الحاجة التانية عقلي مقتنع بده؟ مقتنع بالدوافع دي؟ مقتنع بيها والّا محتاجة أخلّي عقلي كمان يقتنع؟ باعمل مجهود عشان التغيير ده يثبت ويستمر والّا لأ؟ طيب إيه الحاجات تاني خطوة، إيه الحاجات اللي بتستنفذ منّي طاقتي؟ طاقتي دي بتروح فين؟ الطاقة اللي موجودة عندي بتروح فين؟ لو أنا في علاقات مرهقة، لو أنا في علاقات مؤذية، لو أنا مش عارفة أحط حدود، لو أنا عندي مفاهيم غلط عن فكرة العطاء، لو أنا مهملة لنفسي، لو أنا عندي تفكير زايد، لو أنا عندي جلد ذات، لو أنا باكبت مشاعري وما باعبّرش عنها، لو أنا عندي فكرة إن أنا ما عنديش مش باحط نفسي أولوية، لو أنا فكرة إن أنا البيئة اللي حواليّا هي بيئة سامة، فكل الحاجات دي بتخلّيني مستنزفة، بتخلّي طاقتي مهما جدِّت في طاقتي ومهما يكون عندي طاقة كويسة بتخلّيها تروح. فلو سمحتوا الحاجات دي لو موجودة عندنا نتعامل معاها، نبدأ نعدِّل فيها، نبدأ نحط الحدود، نبدأ نعبّر عن نفسنا، نبدأ نشوف إن ده حق من حقوقنا تجاه نفسنا إن أنا أصلًا أعبّر عن نفسي. طيب إزاي بقى أبدأ طاقتي خلاص أنا قفلت أبواب الاستنزاف، إزاي طاقتي تبقى طاقة إيجابية؟ أول حاجة أتعلم أختار نفسي، أتعلم أحطني أولوية، أتعلم أحب لنفسي وأدي لنفسي الاهتمام. تاني حاجة أعبر عن مشاعري وعن احتياجاتي وما أشوفش إن ده ضعف وما أشوفش إن ده ملوش لازمة وما أشوفش إن أنا ليه بعمل كده أو أشوف إن أنا كده هبقى بقول للناس نقاط ضعفي فيستغلوها ضدي. بلاش فكرة الأحكام، نعبر عن مشاعرنا، نعبر عن احتياجاتنا ونعبر عنها بطريقة تكون صحية ومتناسبة معانا. طيب نعمل إيه تاني؟ نبدأ نحط الحدود، لو سمحتوا حطوا حدود، نتعلم نقول لأ إزاي، نتعلم ما نكون حاجة هنيجي على نفسنا فيها أو هنضغط نفسنا ما نعملش كده. النقطة اللي بعد كده أعرف إيه هي مميزاتي وأعرف هو أنا دلوقتي إيه الحاجات اللي عندي، إيه الممتلكات اللي عندي، إيه الحاجات الإيجابية أو إيه الحاجات الكويسة اللي موجودة فيّا، إيه الحاجات اللي أنا محتاجة أزوّدها كمان أكتر، إيه الحاجات اللي أنا آآ مميزة فيها، محتاجة أشوف ده، محتاجة أشوف ده. طيب إيه تاني؟ كلامي الداخلي عن نفسي ومع نفسي يكون كلام إيجابي، ما أقولش لنفسي أنا على طول فاشلة، أنا على طول ما باتعلمش، أنا على طول دايمًا كده أغلط في حق نفسي. ناخد بالنا من الحديث الداخلي لنفسنا، بنتكلم مع نفسنا إزاي. طيب بدل ما أسأل سؤال أنا ليه حصل كده وأفضل أقعد أعيط فيه، أسأل هو ليه حصل كده عشان أتعلم وعشان أعرف إيه اللي محتاجاه بقى أضيفه في حياتي. التجربة دي حصل لي ليه الموقف ده عشان يعلمني إيه؟ الموقف ده جه عشان يعلمني إيه؟ ده المهم. طيب إيه كمان؟ إن أنا أنوّع مصادر الطاقة، بمعنى ما أقولش إن أنا مثلًا أنا هاخد الحب كله من أهلي، هاخد الحب كله من أصحابي، هاخد الحب كله من زوجي، هاخد الحب كله من أولادي. محتاجة أنوّع، أنا محتاجة أهلي، محتاجة أصحابي، محتاجة أولادي، محتاجة الناس محتاجة يبقى عندي مصادر مختلفة للطاقة. طيب هنعمل مع بعض تمرين، التمرين ده هيساعدنا إن إحنا إزاي نحوّل أو نعيد برمجة الأفكار السلبية. أول حاجة باكتب كل الأفكار السلبية في ورقة، كلها. وبعدين باشوف إيه أكتر فكرة سلبية مسيطرة عليَّ، إيه الفكرة اللي بتقعد تدور في دماغي كل شوية. بعد لمّا باكتب الفكرة دي باشوف إيه الشعور اللي ورا الفكرة دي إيه الشعور اللي طالع منها؟ طيب الفكرة دي الفكرة دي حقيقية، هي فكرة حقيقية وإيه الدليل إن هي فكرة حقيقية؟ ما يمكن أنا باخدع نفسي، هل هي فكرة حقيقية والّا مش فكرة حقيقية؟ طيب جِبت الدليل إن هي فكرة حقيقية. طيب هل ينفع الفكرة دي تقِل شوية، تتغيّر شوية والّا هي لازم ده مش هيحصل إلا كده؟ لأ ممكن يتعدّل وممكن يتغيّر، وهنا لو لقيت نفسي مقاومة، فأنا هنا محتاجة أشتغل على نفسي في حتّة المرونة، هو أنا ليه مش شايف غير حل واحد بس؟ فهنا يرجّعني لحتّة المرونة، مش محتاجة أشتغل على نفسي على المرونة.
فوصلت لنقطة ان لا، ينفع الفكرة دي تقل شوية، تخف شوية. طب ايه الدليل اللي يثبت ان الفكرة دي تنفع تخف شوية، تنفع تقل شوية؟ بجيب الدليل. طب ايه اول خطوة اعملها عشان اتعامل بقى مع الفكرة الجديدة اللي انا لسه حطاها، اللي هي الاخف شوية؟ اتعامل معاها ازاي؟ ايه اللي هعمله؟ ايه الحدود اللي هعملها؟ ايه الحاجة اللي هعملها عشان اواجه الفكرة الاخف شوية دي؟ من هنا انا سحبت نفسي او برمجت علي من مساحة اكتر فكرة سلبية لفكرة اخف منها شوية، سلبية بس اخف منها شوية، واحدة في واحدة، واحدة في واحدة. وكل ما بكرر التمرين ده بتبدأ تتحول الفكرة من فكرة سلبية ومسيطرة عليا لفكرة أقل فأقل، إلى أن تصل لفكرة إيجابية. طب ليه فكرة إيجابية؟ لأن بعمل خطوات لمواجهة الفكرة دي، ودي نقطة إيجابية. يا رب أكون بسطت لكم فكرة إزاي نتحول لطاقة إيجابية من خلال 3 خطوات. أول خطوة أعرف أنا طاقتي مستنزفة في إيه. تاني خطوة أعرف إزاي أبني وأنوع في مصادر الطاقة اللي تمدني بالإيجابية. تالت خطوة تمرين يحول لي من فكرة سلبية لفكرة إيجابية. والحاجات دي كلها مش هعرف أعملها غير لو جاوبت على 3 أسئلة. إيه الدافع؟ ليه عايزة أكون إيجابية؟ عقلي مقتنع بالكلام ده ولا مش مقتنع بالكلام ده؟ بحط مجهود كفاية بإن أنا أعمل ده ولا لأ؟ 3 أسئلة دول لو ما عرفناش نجاوب عليهم فيبقى احنا بندعي ان احنا بنحاول نكون ايجابيين، لكن ما عندناش القوة والقدرة ان احنا نعمل ده. انا لايف كوتش شيماء حزة، اشوفكم على خير.